بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني الأفاضل، اليوم قلنا في الدرس الأخير سنتكلم حول جمع القرآن مرة ثانية، أو يمكن أن نقول مرة أولى هكذا. العلماء يقول أول مرة جمع فيه الصحابة القرآن وجعلوه بين دفتين. سنتكلم حول هذا. وكما قلنا في معركة يمامة قتل عدد كبير من حفاظ القرآن، فسيدنا عمر قال نخاف على القرآن أن يضيع أو يحصل فيها خلل، لأن الحفاظ قد أصابهم ما أصابهم، لنحاول أن نكتب ونجمع القرآن مرة أخرى قبل أن يأتي مصيبة أخرى. وخصوصا هم ما زالوا في الجيل الأول، معظمهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تلقوا القرآن من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسنتكلم حول جمع القرآن وفي عهد سيدنا أبو بكر، في عهد سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع إن شاء الله. برايد عزيز درس أخويا شويدا ما جو دشارك أمجرات بجن شرعي امامه دا جمارك زيداش صحابية شهيد كتن شاركي جرامبو شاركي مازم وقالك صحابة شهيد كتن. فشتك صحابة شهيد كتن حضرة عمر قو حيرا ساكني أولا شقوها عقلي ويقو أو قصة صحابة شهيد كتن، ويدي صحابة زيدنا بن صحابة كيمد من روبرو يدي كيمد من لورا بيخنبر وفات كر روبرو صحابة شرع شهيد نخوش كرنا تشتكي جمارة وان كيمد به ام ترسن تشتكي ورا سري قرآن جي خصوصا بي وقتها هندا نفساندن وتشتكي وساكنو پر كيمبون قرانية وانا زيدا لسر ازبر كرنه بو جبري ام كرماجد بي ازبر كرن يعني حفظ كرن قرانية قرآن سر ازبر بو وصحابه جي پر شهيد كتن قو بريك وتشتكي چه كيمانيكي چه امكاوي قرآن هاني بنفسين. اجا براستي امي انا بحثاي بكن ليوي تشتكي قد جبير واناكن انسان خدي ايمان رب عالم عقل وانت خبتاندن ميجي وانت خبته تشتكو بري انسان فهمناكن اهل او خدي ايمان فهمتكن رب عالم داوي شعبي وان داوي دليوان لو ما حديثك يدبي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. دبي آگاه داره فراسة انسان مؤمن بن خده نورك داوي دليوان پیشیا خود دينن، بلكي قالك جوا وبهيستك فيكي إمام هناك عالم هناك إنسان صالح كلمة كي قوتنا زمانك بره أمد بجنا الله قوتنا وان راس تركت خبردنا وان بنت جي خديت يعني نكرمته وان هنا معرفتك خده دايا وان عقله وان قلبه وان فكري ونزيك خده بون پیشی خود کاربون بدیتانه يعني تماشات کرن حسه هناك تشتاد کرن. یک جواجي حضرت عمر بو امي انا بحثي بكن كو حضرت عمر شاب دس في مسألة هناكر. طبعا بعد المعركة سيدنا عمر أتاه فكرة ولا تنسوا شيئا صاحب الإيمان ينظر بنور الله عز وجل. عقله وغايته وفكرته كله على مصلحة الإسلام والمسلمين. فأتى سيدنا عمر فكرة وقال أصابنا مصيبة كبيرة، فقدنا عدد كبير من الحفاظ. طيب لو استمر الأمر هكذا فلنعلم كل يوم كان يقل عدد الصحابة يموت هكذا، يعني أمر طبيعي يتوفى وينتقل إلى رحمة الله، يموت يستشهد بالمرض موت الطبيعي، العدد سيبدأ يقل. طيب إذا أتى يوم وقلنا هل هذا من القرآن أو هذا ليس من القرآن، سيأتي مصيبة كبيرة على المسلمين، وخصوصا دستورنا هو القرآن الكريم. المسلمون كانوا يعرفون ذلك. فأتى فكرة إلى سيدنا عمر وذهب مباشرة إلى الخليفة أبا بكر رضي الله عنه فقال علينا نجمع القرآن، كيف تقول هذا الكلام؟ فما زال معه يناقش يتكلم يترجاه إلى أن شرح الله صدر أبا بكر. وبعد ذلك هو دعا شابا صحابيا زيد بن ثابت، كان شاب ذكي وخصوصا كان كاتب للوحي يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم، فناداه. فبعدما عرض عليه الأمر هو كذلك يقول والله لو طلبت مني أن أنقل الجبل من هنا إلى هذا لكان أسهل أن أعمل شيئا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبا بكر التعاطف والفهم وإقناع الطرف الخصم كما نقول أو إقناع الذي أمامك برأيك كيف ستحاول أن تقنعه.
أولا جعل نفسه مكانه وقال كذلك كنت أفكر مثلك والله. نعم، حينما عرض عمر علي كذلك أنا لم أقبل أمر، ولكن ناقشني كثيرا لغاية ما اقتنعت برأيه، فشرح الله صدري لرأي عمر. فكذلك هو حاول أن يشرح ويبين لزيد رضي الله عنه لغاية ما شرح الله صدره. فهو يقول شرح الله صدري لما كما شرح صدر أبا بكر، كما شرح قبله صدر عمر. فاجتمعوا وقالوا خلاص، إذا نحن بحاجة إلى أن نكتب القرآن أو نجمع القرآن، لا نقول نكتب، نجمع القرآن. فهذا نسميه الجمع الأولى للقرآن الكريم. عمل جديد الرسول لم يعمله صلى الله عليه وسلم، كان موزع هكذا وهكذا، ولكن أول مرة سيقوم بجمع القرآن. إذا أحيانا يجوز لنا أن نعمل شيئا ولم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نعلم بأن هذا في مصلحة الإسلام والمسلمين، وخصوصا إذا تقدم الزمن. فإذا تقدم الزمن واحتجنا إلى شيء، وهذا كذلك في خدمة الإسلام، لا نقول الرسول لم يفعل هذا خلاص لم يفعل هذا أنا لا أفعل. فإذا تقدم الزمن وهذا يصب في مصلحة الإسلام، إذا من الحكمة أن نقوم به. فبدأوا يجمع القرآن. سنتكلم كيف كان مشروعهم لجمع القرآن، كيف كان المشروع والنظام، كيف بدأوا وكيف كانوا يكتبون. حضرت عمر پشتی که نهرت آقا صحابه شهید کتن قالوا جماعته گو حیرک وهابه رو برو مسلمان مکیم دبن ام گره قرآن اخ بنفسین بریا کو درده کی مازن ور سرمه وما گو خدي ایمان عقل وان فکریه دل وان فکریه عقل وان لسر خدمت اسلام يتخبت. حضرت عمر شو جمع حضرت ابو بكر خليفه گو ابو بكر گو کرم کبریم گو والله گرم قرآن جارك هذه كوم بكن گو چا كوم بكن پیغمبر نکریه تشکی غریب جمرات بيجي گو بخاطر تشتكي خير اشترات بجم خراب لنا. حضرت عمر جرى گو مناقشه كر خبر ده حتى كو حضرت ابو بكر جي قبول كر گو ولات راست بيجي يعني بنفسين قرآن يكون بكن حافظ بلابون لو را قرآن وكا ايرو دفتر كده نبو بل او وقت تشتي نفساندن تنبون سر كبر ده نفساندن سر چرم حيوانات نفساندن سر پري خرما ده نفساندن يعني دل صحابيات ده نفساندن في شكل يعني زحمت بو بلا ولا بو. اجاكو حضرت عمر في فكرها عقلي حضرت ابو بكر جي هدي قبول كر يقول تمام راست وايت راست بيج ام جواب كن ام كي بكن خوي في وظيفه هني صحابه كي ابو نافي زيد كري ثابت بو جنجه كيج مدينه بو جي عاقل بو جراد بيجي كاتب الوحي جي پیغمبر بخوش د نفسان جانا كباتا پیغمبر تقول زيد ورا بنفسنا زيد بان زيد كرن جو ام دخوازن وظيفه كي بدنته وظيفاته او قرآن تيكوم بكي دقال حبكي دعب هوالي هاني زيد بخود بيجا دبي والله كواجمرا بغوتا في تشياي هانيش فرا بين فياري دهار حتر بو وتشتكي وصاد بيجنك بيغمبر نكريا زي شابكم بيغمبر نكريا افكار هاني طبعا جبير وانكن كما رب خوازا ايه مقابل خو بين سر فكره خو جرات بيرا نرم بي تو اولا تختخي جيهوي وكايب خبتي واتك وهاجو ابو بكر جو والله زيد اجي عيني وقتت فكري اجي وقت ابون مجي جواز قبولناكم مقول شي نابه فقط عمر تشتكي جمرا جو والله من قبول كر كات عقلي من كات دلي من راسته ابيات خدمتها بسلمانه دايه خدمتها قران دايه خدمتها دين ما دايه وهلا قانون اسلامي قرانه ام بجن دستور يعني قانون بنجهي قانون بسلمانه قرانه تشكي دنيتنا اي في قران انا يجيكو كيماني بكافي فردهره ودهره او جيراغو اجا زيد بجا تشتكو حضرت ابو بكر جمراغو داويه دل مجنربو دبي تشاوك دل ابو بكر نربو برياوي دل عمر نربو دل وان تشاو نربو دل مجنربو جفيا جام تشتكي وها فعم بكن قالوا جماعتي عادتك بسلمان ما هي موديل كانو موضه كي دبي پیغمبر نكريا بدعه كل بدعه في ضلاله هري مبارك بدعه ده تشتكي پیغمبر كوم نكر بفي شكل هاني اگر پیغمبر كوم بكره ابو بكر احتراز نذكر شكون نقول نورماله يعني ما دام كو ابو بكر خديجه رازي احتراز كرد ما كي پیغمبر كوم نكر بوشه هر هيك الجيكي بو يعني تشتكي خدمتها اسلام دابت خدمتها سلمان دابه ولو پیغمبر نكر بجبل كي وي وقت احتياج تنبه بلكي وي وقت اف تشتيانه نه لازم بيه اگر
كد وقت پیغمبر داج عليه الصلاة والسلام او قاسا احتياج و كشتن و تشتهبونا محقق صديصات ايوان جيبقوتا كان بي تشتهاني بكن ولكن وقت پیغمبر دا ابي احتياجانتنا بو كوم نكرن باشي دست بكرن وامي كوم بكن. طيب خطته في جمع القرآن، سيدنا أسامة وسيدنا عمر معه ربما رجلين أخرى قالوا ستقفون بالمسجد أمام المسجد وسننادي في الناس من عنده قرآن، شيء من القرآن، جزء من القرآن، قليل من القرآن، فليأتي به إلى المسجد. مثل هذا اليوم لم يكن هناك مؤسسات عمارات وكتاب وكذا كمبيوتر، لم يكن موجود حسب الإمكانات القديمة. يعني حينما نقول كتابة القرآن لا تظن مثل المصحف الذي الآن نكتب المصحف المدني والمصحف الطبع الفلاني والطبع الفلاني، ليس هكذا. يعني بأبسط حال الموجود منذ 1400 سنة، يعني بشكل بسيط جدا، لا نقطة ولا فتحة ولا كسرة ولا شيء بسيط جدا. يكتب حتى ربما أوراق كمان قليل، لا أدري هل كان هناك قماش ولا مش موجود قماش، جلد عفوا جلود النخل، ربما أحجار، جلود الحيوانات، مثل هذه الأمور كتبوا عليه. فقالوا من أتى إليكم بشيء من القرآن وكان معه شاهد بأن هذا مكتوب في عهد الرسول سنقبل منه. يعني الرجل يأتي بشيء يقول هذا من القرآن وهذا صديقي هذا أخي يشهد بأننا تلقينا هذا من الرسول أو هذا مكتوب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقبل. كل آية كل من يأتي سيأتي بشاهد كذلك معه. يعني رجل واحد لا يكفي تأكيدا، مع أنهم كانوا يحفظون القرآن لم يعتمدوا على حفظهم فقط، قال كذلك سنكتب. ما أن سيدنا عمر كان حافظ، أبو بكر كان حافظ، زيد كان حافظ للقرآن، ولكن لا نعتمد على حفظنا، سنكتب ونعتمد على الذي هو موجود. كل من أتى بشيء قال هذا من القرآن سنكتب، لا يقول من حفظي أنا أحفظ الحمد لله رب العالمين هذا من القرآن، لا نعتمد على الحفظ بل نعتمد على الكتابة، وكذلك نحتاج إلى شاهد معه. كل من أتى سيأتي بشاهد آخر معه حتى نكتب. وبهذا الشكل جمعوا القرآن، ولكن سنتكلم كيف جمعوا القرآن في العهد الأول وفي العهد الثاني. قانون ايواني كقرآن كما كون بكن قانون ايوان حضرت ابو بكر جو اسام زيد اي جاري كتمو اسامه وزيد نافي زيد، يعني زيد حضرت عمر جو عمر تدقلوي يك دو دجبرا دقلوي الجامعه البردرگاه بسكن امي بام بكن امي رقلان بكن ملتي رابيجن كي لجاموي برشكيش قرآن هبه براوينه ليه جرى شاهدك يجبينك ابيات وقت پیغمبر دم نفساند یا نپشتیوی ابيات وقت پیغمبر دات یا نفساندن بيتشتش بيروانا كنت تواجي قرآن حافظ بو، يعني وانا كنت نفسان أبو بكر حافظ بو، عمر حافظ بو، علي حافظ بو، عثمان حافظ بو رضي الله عن الجميع، زيد وانا تاب حافظ بون، ولكن جو حفظه ما نبسه. جرات جارة كادي تشتكي مادي الجسم فيزيكي تشتكي هبه كادك يعني تختك يعني شرمي حيوانك يعني جو أبيات وقت پیغمبر داتيه شهادته شهادين فلان كس شهادته شهادين فلان كس بفي شكل هاني، يعني انها مج عقل وخامي بنفسي لا كي تشاني شهاده كشرا لازمه جبون الدلوان راح تربه كيماني تشي نبه يك نبه ولا كيم كرن زيده كرن وحي لكرن لو رات بخوازي نخوازي انسان خراب قالكن، يعني انسان يكو اوقات زمان در باس بيه تل الدنيا تفت قري قران يك قران دقلوي هواي ملات احتراز ك زيده كرنا كيم كرنا قران انا ما وهابيه احترازه دقلوي هواي جي ملات رحت ناسا كنا ليفانا لغور علمي وي وقتها هاني اوش بیر وانه کنی وقت آنا دفتر تنبون کتاب تنبون قلم تنبون بالکمپیوتر تنبون تبیجی ولا برا دفتر کتاب تنبو، يعني 1400 سال بري حرف وقت نفساندن اوان حرفان نقطه وانش تنبون به نقطه بونجي ها اما نفساندن بي وقت ساكنو بو بفي شكل هانه وانا قران يقش قوم كرن ده ايات بتاني ما انا وانا ايات يعني جبرا بيجي. طيب يعني جمعوا القران، ولكن الايتان الاخيرتان من سوره التوبه أتى شخص صحابي رضي الله عنه، رأيت اسمه، أين هذا الاسم حتى أرى اسمه، نعم اسمه خزيمة. هذا الصحابة خزيمة رضي الله عنه أتى بآيتين من سورة التوبة، ولكن لا يوجد معه شاهد.
هو قال لا يوجد عندي شاهد وآيتان فقط موجود. ولكن هذا الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد شهد له بأن شهادته يكفي في مقابل شهادة رجلين، فبذلك انتفى هذا المشكلة كمان. وإلا هو كان رجل واحد ولكن شهادته بشهادة رجلين. ولماذا أعطى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له هذه المقام؟ يقول الرسول كان قد اشترى فرسا من رجل وذهب ليأتي بالفلوس، فرجل قال لا والله أنا ما بعت، مش صحيح يعني. فحاشا الرسول، طلع الرسول كأنه يحب أن يعمل يضحك على الرجل يعني. فرجل يقول عندك شهود أعطيك، ما في عندك شهادة أنا ما أعطيك والله. مسكين، حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لوحده حينما ناقشه في السعر واتفق معه، لم يكن عنده شاهد، من أين سيأتي بالشاهد؟ فهذا الرجل خزيمة رضي الله عنه قال أنا أشهد كلام الرسول صحيح صلى الله عليه وسلم. فالرسول تخلص من هذه المشكلة، وإلا ربما كان الرجل يقول محمد يضحك عليه يعني. فبعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه، خلاص. فحينئذ الرسول قال له، وربما يقول بأن الرسول قال له ولم تكن موجودا كيف تشهد؟ فيقول آمنت وصدقتك، خلاص أنا كلامك صحيح، كيف أشك بعد ذلك بأنك غير صحيح؟ خلاص بتصديقك يا رجل. يقول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ يعني تشهد على إيش؟ قال بتصديقك يا رسول الله، أنا أصدق أن كلامك صحيح يعني. فبهذا الشكل قد جمعوا كل القرآن وكلهم عليها شهود. خزيمة آيتين ولكن شهادته بشهادة رجلين وانتهى هذه المشكلة. فإذا جمعوا القرآن أولا. ولكن سنقول خاصية هذه الجمع كيف كان، سنقول إن شاء الله، حتى يكون لدينا معلومة كاملة عن كتابة القرآن في العهد القديم. قرآن آنين هر کس کی گفت دحب شاهد گره هبن، یعنی ده شخص وارم بجن ابياد وقت حاشا مثال ابياد وقت پیغمبر ده هاتیه نفساندن استیم شاهده کی اختینم صحابه کی هات ناوی خزیمه بو. ام خزیمه ده آیت آنی بو دحب آیت من ازبر کریه آیت آنی شاهده تهنه گولا شاهده متنن تنمه گولا شرط ما گره هر آیت کی هر شخص کی وره گره شاهدی بهبه. فقط اف خزیمه هانه صحابیه تفزانه بو که پیغمبر گوتیه خزیمه شهاده ایش که را بده شهاده آده میرایه او بده حبایه یعنی او جهاد او پیغمبر گوتیه آتش عبد دوه او مسئله آنه صافی بو. چما پیغمبر وی تشته جرا گو رو که پیغمبر دبی حسب کیسان جیکی میرک حسب اغفراد پیغمبر حسب سان اگو دبسن از هرم پریخ بینو مرم پیغمبر حتی چو پره آنی ویا گوز نافروشم گم نفروتیت نراست بیجی حاشا پیغمبر ارتا راسته نخواست بریم دروچی لی خواست پیغمبر را بیت نراست خبرتی شهادت هنش مرا بجک شهادت تنم نفروتیته ولی شهادت پیغمبر شکوه بکست نبو خزیمه لی بو گولا شهادیمه از شهادت پیغمبر راست خبرته ور حاصل مسئله صافی بو. پیغمبر جرا گو خزیمه گوت نلوی بو تچما شهادت تشهاده چی گو اشهادم تراست خبردی اشهاده بیام بیانه اشهادم تراست خبردی نلوی بو لما آدم تقوته تراس خبردي پیغمبر يزبي حيرا خزيمة لكل شهادية بده شهادية بصيدي آده حباية بفي شكل يعني قرآن تفكم كرن جسري حتى بني أو بتاني ما بوده آيات أو هردو آيات خزيمة بو شهادي بي مثلا نما قرآن تفكم كرن لوقت ودا. ولكن خاصية جمع الأول في عهد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لم يكن مرتبا مثل اليوم ترتيب السور كما نقول. جمع القرآن ولكن ربما سورة هنا وسورة هنا حفظهم مثل اليوم يعني هكذا الترتيب في العقل. ولكن جمعوا القرآن بدون ما يرتب السورة الأول السورة الثانية والسورة الثالثة بهذا الشكل. ولكن جمعوا حفظ مثل اليوم ترتيب الآيات مثل اليوم. ولكن جمعوا فقط لم يرتبوا السور سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء بهذا الشكل لم يعملوا. هذا خاصية الجمع الأول في عهد سيدنا أبا بكر جمعوها وتركوها عند سيدنا أبا بكر في بيته. ويمكننا أن نقول أول مرة الدولة يقوم بجمع المصحف هكذا يقول دولة جمع المصحف. أولا كان أشخاص ولكن في عهد سيدنا أبا بكر جمع باسم الدولة.
تشتكو كوم كرن جارة عول شوا كوم كرن بشكل آنين فقط مثلا سورة كي يقول بها سورة بقرة بها سورة آل عمران فقط لدوهف دانانين تدي مثلا أنا فاتحة بقرة آل عمران وهانك نما نفسان نقول بها بقرة تمام دينن پیش و پاش سورة شكر بون جوان را جار عول مهم ام قرآن تاف كوم بكن برا هندانه به تاف كوم كرن لهف لفاندن قاعده بی وقت سیستمایی چه بو تسلیم مال ابو بکر صدیق کرن خود جرازی به گو صبر اگر کو احتیاج بو امجویل بر بنفسین قرآن بلا بکن به شکل آنه جار عول قرآن هات نفساندن امي انا بحثا جار دو يبكن هذا في المرة الأولى جمع القرآن ولكن حصل في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه بأن الصحابة توزعوا وانتشروا فالقرآن كما نعلم نزل على 7 أحرف ربما هناك كلمة واحد يقرأ بالشكل القبيلة الفلانية يقرأ بشكل آخر الرسول هكذا تلا عليهم فحصل هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سيدنا عثمان سيدنا عمر يسمع رجل يقرأ آية يقول يا منافق قد بدلت لا يمسك برقبته مباشرة أنت غيرت القرآن يا أخي والله ما غيرت هذا هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه يقول لا أنت تكذب على الرسول فمسكه سيدنا عمر لم يكن عنده مسامحة أي شيء يشك فيه مباشرة يمسك فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول هذا يدعي بأنك قد قرأت عليه القرآن هكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد لم يقل نعم قال اقرأ علي فهو قرأ قال خلاص أنت اقرأ عمر قال خلاص قال هو كذلك هو الصادق وأنت صادق قرأت له هكذا ولك هكذا القرآن نزل ب7 أحرف فانتهى الأمر ولكن هذا بعد وفاة الصحابة والكبار فانتشر الخلفاء عفوا الصحابة في أقطار العالم حصل مرة كل صحابة يقرأ الشباب أو مجموعة من الناس بقراءته ولكن البعيدون نتصور مثلا الموجودين في العراق وفي موريتانيا في مصر البعيدون عن المدينة يعني كل مجموعة يقرأ بقراءة أحد الصحابة فحصل مشكلة هذا يقول كلامي صحيح هذا كلامي صحيح فاختلط الأمر فأتوا إلى سيدنا عثمان فقالوا أدرك المسلمين والله انتهى يعني الآن سنقتل بعضنا على قراءة القرآن هذا يقول روايتي صحيح والثاني يقول روايتي صحيح فقالوا إذا نجمع مرة أخرى القرآن الكريم أو نكتب مرة أخرى ولكن بلغة قريش فقط حتى لأن الرسول كان قريشيا وأول الأمر ربما الناس كانوا جدد في تعليم القرآن فلم يشدد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن اجتمع كلماتهم على شيء فبدأوا يكتبون على رواية أو تلفظات قريش للكلمة العربية الموجودة مثلا الكتب يقول كلمة التابوت وكلمة التابو هكذا ليس التاء المفتوح بالها يعني فالقريش يقول التابوت فبعضهم ربما قبائل أخرى يقول التابوه بحرف الهاء وليس بحرف الله يقول تابوت فقالوا سنكتب بالتابوت القراءة القريش بهذا الشكل جمعوا القرآن أو كتبوا القرآن مرة أخرى في عهد سيدنا عثمان بلهجة قريش ووزعوها على الأقطار قالوا بعد ذلك انسخوها والعلماء والصحابة والتابعون على اعتمادا على هذا فبدأوا ينسخوا القرآن ويعلمون الناس القراءة الجديدة حتى لا يحصل مشاكل ولا نقتل بعضنا ولا نضرب بعضنا لأننا لم نشاهد تلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو أعجمي الذي ليس عربيا أصليا ربما يقول هذا صحيح والثاني يقول هذا صحيح فلا سمح الله يحصل بيننا مشاكل ونضرب ونقتل بعضنا فبهذا الشكل الصحابة أدركوا الأمة وحلوا هذه المشكلة كذلك دردك دنيا تشيبود وقت حضرت عثمان جارة قدي قرآن يتصنف بساندن قرآنك هي إجا كوم كرن دو وقت ويدا صحابة بلابون حضرت عمر صحابية بلا نذكر تقول كلا كان بساكن باشتك حضرت عثمان صحابة بلابون هرك بجي كده شو إجا قرآن كتابك زنجينة بچند شكلات تيخواندن چند شكلات تيخواندن حتى جاركي حضرت عمر دنيرا شخصكي قرآن تخوينه هاويك حضرت عمر تخوينه أو شكل جديد تخوينه حضرت عمر الله جمتنا أبو تشتك نابه دا دنگ نات من وقركاي قرت قركاي دقرات بيت منافقي تا قرآن جوهرتي شو والله دبس قركاي دقرات بحزورا بيخنبر يا رسول خدا دبي يا قرآن جوهرتي
ودبيجا پیغمبر مراوها قوتيه ادمقه دروات كله دبي ناد پیغمبر قوتيه پیغمبر عليه الصلاه والسلام نابي راست بيجا دبي جابو خينم چواش ترى قوتيه يعني بلكي قبره شاش كربه پیغمبر اولا قو جبر بو خينم چواش ترى قوتيه خوينه دبي راسته دبي عمر تب خوينه اوش خوينه دبي تجي راست خويني دبي عمر ابي قران انا بحفت شكلات يا خواري حرف هنا يجي كلمه هنا ما كان كده ام بيجم كردي اخذ بيجم برف هنك بيجم بفر حرفها بيجو باج داد بن يعني تشتي وكافانا دبي نورماله حضرت عمر سكنه وقت حضرت عثمان دبي مساله ما ظن دبه بهفت كفل صحابيه كشونا جيكي ابي كنت بجا بفر وابي كنت بجا برف وهرتو درس عملات دين زاروكتين درسيت خوين او بي سيدايم قوتيه بفر او يد بي سيدايم قوتيه برف امن راسته راسته بكل مال هفت بوق سيدي صحابتين دبن يا عثمان دبي والله هي مساله قرانه نسلا نو ابي دور ابي قران فهمناكن ايه بوكجن حضرت عثمان صحابيه كومت كه دبي ورن قرام صافي بكن ابي شنابه بشكل يعني ام چه بكن چنكن دبي ان باشوي لغور خواندنا کو پیغمبر خواندیه قبیله قریشیه پیغمبر قریشی بو خواندنا قریشیه کلمه کی را چه به وی شکل هانه بنفسینن جارکادی دبي تمام صحابه ساكوم دبن 5 حباج 5 نسخه يعني 5 حب قوبيان بيجن بنفسينن اويل باجاره بلاتكن دبي وكيدني بشوتينن ابي كل كيج خدت نفسان دي برا شاشتي نك نابرا بسلمانا بهب نكفن ابدن بشوتينن حتى وشوتاندنا انا جملاتي كر عيبو عثمان وهاكر حضرت علي دبيجه ام حاضر بون ما اليكاريا ويكر ما قبول كر وچمات بيجن عثمان تشكي خراب كريه ام لبيبون ما اليكاريا ويكر بفي شكل هانه او مساله هانه صافي بو مساله صافي بو الحمد لله مساله زيده ما ظن بو وانا ام بيجن قوناخي عول نفساندنا قران ده عولي وها نفساندن جرادو وها نفساندن ام يد تشتد نيش بيجن طيب اليوم الحروف الذي نراه عفوا النقاط الذي نراه على الحروف والفتحه والكسره هذا لم يكن موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه ولكن بعدما دخل العجم في الإسلام مثلا أنا كردي لست عربيا ربما أخ من الصومال أخ من إريتريا كل شيء يعني لسنا عربا طيب كيف نعرف هذا فتحة هذا كسرة هذا ضمة قال الله كيف سنعلم هل هذا قاف أو هذا فاء أو هذا باء هذا تاء العجمي لا يدري فبعد ذلك النقط من فكرة حجاج ابن يوسف الثقفي هذا المجرم السفاح ولكن كان يحب القرآن كثيرا فهذا من اقتراحه قال العجم دخلوا في الإسلام لا يعرفون الحروف لا يعرفون أن يقرأوا بدون النقط يعني علينا أن نضع النقاط هذا من اقتراحه والفتحة والكسرة أبو الأسود الدؤلي جعلوا النقطة فتحة ونقطة تحته كسرة والنقطة بالشكل الآخر ضمة ولكن بعد ذلك غيروها الفتحة هكذا طويل والكسرة تحته والضمة ملفوف شوية يعني بهذا الشكل أحدثوا مثل هذه النقاط والحركات حتى نقرأ القرآن صحيحا وإلا العجم لو قرأ القرآن لذهب عليه مثل ما يذهب الدبابة بين الناس يعني دمر كل شيء ولكنهم بهذا الشكل نحن حينما نقرأ نقول هذا نعم البلد لا نقول تلد بلد يلد تلد نقول بلد ليس تلد مثلا إذا تحذف الباء يكون تاء يمكن تحط هناك الساء يمكن تحط ياء بهذا الشكل يختلط فبحروف ميزوا بين لنا الكلمة هذا بلد أو هذا يلد أو هذا تلد الشكل نفس الشيء فقط الحروف النقط غيروا لنا هذا كذلك من اقتراحات الصحابة ولكن بعد ذلك الحمد لله تقدم الزمن فبدأوا يكتبون بالتجويد والمد والقصر والإدغام والشدة هذا أمور جديدة صور جديدة صوروا لنا كيفية التلفظ يعني مثلا نقول جاء هذا كتبوا عليه شيء طويل يقول هذا مد واجب متصل في عهد الرسول كانوا يقولوا جاء ولكن ما في هذا الإشارات يعني فالحمد لله مع مرور الزمن المسلمون شغلوا عقلهم وقاموا بخدمة جليلة للقرآن تشتكي دنيا كهات كانوا يجوا بيجن ما يرد ريجي كر بكردي أخو أمد بين زبر وزير وبيش زبر زير بيش يعني فتحة كسرة ضمة يجي نقطة حرفك ب ت س فان نقطة بريتنبون فقط باشي أبي كنا عرب كاتن إسلامي أم كرد مثلا كرد
فارسن تركن صومالين تبيجي افريقيين باكستانين اوانا من عربن يعني ام كات نوا اسلامي ام تزانن افيا بي تي سي ام فيا نزانن جبروي تابعيه عقل خبتان گو حیر ابي عجم كات نوا اسلامي گو وانا نزان فقيره گنهن اچا قران بخينن گو ام در ديوان صافي بكن رابون اجا عقل خبتان دن جيكو فتحه وكسره دعولي نقطه داني باش نقطه راكن خطي لي قستن نقطه حرفاج تنبون بي تي سي هر سوا كهبون چه زامون چنه اجا حجاجه كي كتبه حجاجه ظالم تاريخ ابو سلمان هذا پر انسان كشت اوي فهمانيات عقلي بي جوانا گو گرم نقطه دين سر ام نقطه دانين سر ملت نكار بخينه ام بان حرفاش حقيقتين ببر حرفه كي با تبرد دو يعني في شكل ايرام تخينن جوانه انسان نه عربن دكارم قران بخينن او قران بفتحه بخينن كسره بخينن ضمه بخينن في شكل هاني كيماني كو ايچ ببونا وان كيماني برطرف كرن الحمد لله درد مجبي على ذا كيمبو وخدي عز وجل خير واجي قبول كي شكرنا بهذا الشكل انتهى القرآن وجمع وإن شاء الله إلى أن تقوم ساعة لا يستطيع أحد أن يقترب من القرآن بشكل سيء إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون وحفظ القرآن له بتسخير المسلمين بعقلهم وروحهم لخدمة القرآن بهذا الشكل وصل إلينا القرآن نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع والسير في طريق كتابه إن شاء الله قرآن كون بكدست ما رب العالمين مش قرآن دورنا خينا خواندنا يفهم ويكرنا بقرآن خدا بكنسيب ما إن شاء الله حتى حفتاتي من خير وخشيدة رب العالمين خير وخشي سلامتي بدوا أمانة خدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.